لف الضمان، لف الضمان، المركب بتغرق، السفينة بتغرق. السلام 98. كمل معايا وهقول لك على أسرار أول مرة تتقال وحكايات محدش قالها ولا جرئ يقولها قبل كده. مع اللغز الأخير أخوك محمد موافي. تعال ركز وأحكي لك القصة. قصة السلام 98 من أول لحظة لآخر نفس. يوم 3 فبراير سنة 2006 الساعة كانت حوالي 7 مساء. العبارة السلام 98 رفعت مراسيها من ميناء ضبا في السعودية ومتجهة لميناء سفاجة في مصر. كان على متنها يا سيدي أكتر من 1400 راكب، عمال راجعين من الغربة، ناس معاها فلوس تعب شقة وسنين وغربة وفراق، عائلات وستات مع جوازهم، أطفال. أنا بحاول أهيأ لك الموقف، كل واحد فيهم شايل أمل إنه يشوف أهله بعد العمر أو السنين أو الغربة اللي عدت دي كلها. تمام. الجو كان هادي عادي خالص، يعني ممتاز، ما يبشرش بأي حاجة. البحر شكله مطمن، بس الحقيقة اللي كان جاي ما كانش طبيعي بالمرة. حوالي على الساعة 11 بالليل بدأت الحرارة تعلى في الجراج اللي تحت بتاع السفينة. ركز عشان هنا ابتدت الحكاية. عربيات كانت بتحمل نقل كتير فوق زيادتها في السفينة، وعربية من دول سخنت وولعت. لما اشتغلت في أول عربية حاولوا يسيطروا عليها، لكن كان للأسف الشديد النار وصلت للعربية التانية، وبعدها ضربت في التالتة لحد ما الجراج كله بقى للأسف دخان ونار. انت عارف بقى الغريب ان الطاقم بتاع السفينة خبى الحريق على الركاب وقال مفيش حاجة علشان الناس ما تتخضش، لكن للأسف النار كانت بتزيد والدخان بدأ يطلع لفوق، والمية اللي بيتطفوا بيها النار اتجمعت وابتدت تميل في السفينة، وبدت السفينة ما بين يمين وما بين شمال في العادي. عارف بس ايه كان المشكلة؟ ان كانت النار تحت والدنيا والعة والناس فوق مش دريانين بأي حاجة. الركاب ما حسوش بأي هزة ولا أي حاجة ولا أي سفينة بتتمل من البداية خالص. بس فجأة لما السفينة ملت من كتر المية، ناس وقعت، ناس جريت. أول ما عرفوا إن في حريق الدنيا ولعت، خوف، رعب. تخيل سفينة في وسط البحر ما حولكش أي حاجة من أي حتة والسفينة اللي أنت فيها بتولع. عارف المشكلة كمان إيه؟ إن القبطان اتأخر ياخد قرار، وبدل ما يرجع على ميناء ضبا كان قرر اللي هو يكمل في البحر. الم... عارف بقى المشكلة الأكبر اللي حصلت؟ إن ميل السفينة زاد والنار دخلت للكباين تحت بتاعت الأوض، وصوت الصريخ بقى كأنك متعلق في مشنقة في وسط نار، في وسط دخان، في وسط اللي بيتشاهد واللي بيقول. وفي لحظة السلام 98 اتقلبت في البحر بالكامل. كارثة، كل حاجة كانت في دقايق، والظلام كان أعمق من الحقيقة بكتير. الناس اتحدفت في المية فجأة. تخيل انت راجع من عمرة أو راجع من شغل في وسط سفينة مفروض نايم أو صاحي، فجأة بقت في وسط البرد، في وسط الضلمة، في وسط الرياح، وصوت ناس عمالة تقول الشهادة حوالين منك يمين وشمال. في ناس تانية كانت ماسكة في الجوارف بتاعت الحيطان بتاع السفينة، وناس لابسة طاقات النجاة، وفي ناس ماسكة في ألواح خشب مكسورة، تخيل. وفي أطفال اتسابوا، وفي أمهات وقعوا وما تلاقوش، واللي اتساب لوحدهم في المايه ده محدش للأسف قدر يوصل له. ليوم تاني الناجين قالوا كنا سامعين أصوات، وفجأة اختفت واحدة ورا التانية. ناس فضلت في المايه 8 ساعات كاملة من غير أي إنقاذ. الليل كان أطول من العمر. تخيل أنت المفروض تكون نايم، فجأة بقت في وسط القرش والضلمة ده كله. عارف أول سفينة إنقاذ وصلت متأخرة، لأ متأخرة إيه، متأخرة أوي، متأخرة جدا، لدرجة إن أغلب الركاب كان خلاص البحر خدهم وابتلعهم. لكن اللي اتنقذوا قالوا الصبح طلع علينا وإحنا في نص البحر الناس اللي عايشة، اللي هم مش مصدقين
إن هما لسه عايشين ولسه في حياة بعد ما أدرك وما بالك اللي حصل. أما الباقي بقى للأسف أكتر من 1000 روح راحت ونحتسبهم شهداء. واحدة من أكبر الكوارث البحرية اللي حصل وعرفتها مصر والشرق الأوسط بالكامل. وناس ماتوا وناس عاشوا. بس عارف بقى السؤال اللي لحد النهاردة مفيش إجابة عليه كانت إيه؟ ولا حد عارف يقول إجابة واضحة؟ ليه الإنقاذ اتأخر؟ وليه السفينة اتكمل بيها وهي فيها حريق؟ وليه الطقم خبى الحقيقة على الركاب؟ إجابات ضاعت بس الذكريات لسه عايشة. ده كان ملف السلام 98. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. بس قبل ما تقفل اسمعني في الجملة دي والنبي معلش عشان خاطري. انت دلوقتي دخلت عالم اللغز الأخير، عالم مليان أسرار، قصص محدش بيقدر يحكي فيها، وحقايق بتاعت ناس كتير بتخاف تقولها. ولو لسه ما اشتركتش يبقى فاتك كتير. محمد موافي، اللغز الأخير. انزل دلوقتي اضغط اشترك وفعل الجرس عشان الحلقات اللي جاية أكيد هتكون أقوى بكتير من اللي فات ومن اللي احنا فيه. اكتب لي رأيك في الكومنت وأنا بقرأ الكومنتات وأحب أسمعكم وأقول لكم وأشارككم. وقول لي تحب نحكي عن إيه في الحلقة اللي جاية. أنا محمد موافي وده كان اللغز الأخير. نشوفكم على خير. باي.